عاشت فزان، عاشت فزان العظيمة، عاشت فزان العريقة، عاشت فزان الحرة الأبية، عاشت سبها المثابة الأولى للوحدويين الأحرار، عاشت سبها التي انطلقت منها ثورة الفاتح التاريخية العظيمة التي أثرت في تاريخ العالم. الجماهير، جماهير الشعب الليبي الحر الآن رسالة أخرى بمسيرة مليونية من أودية فزان العظيمة. الذي يريد أن يتحدى فليتحدى الشعب الليبي، يتحدى الجماهير، ولكن الجماهير هي التي قادرة على التحدي. أما أعداء الجماهير يتساقطون تحت أقدام الجماهير، تحت زحوف الجماهير، وسيسقط العملاء والخونة شرقا وغربا، ويسقط حزب الأطلسي تحت أقدام الجماهير الليبية، تحت أقدام الشعب الليبي الحر. هي مسيرة التحدي، هي الأصوات العالية والرؤوس العالية المرفوعة التي تتمسك بالمجد الذي حققته ثورة الفاتح العظيم، الثورة التاريخية التي اغتاظ منها حلف الأطلسي وقوى الاستعمار وامبراطوريات الاستعمار، اغتاظوا وحسدوها، ارادوا ان يقضوا عليها 25 عام وهم يضربون بالقنابل من اجل القضاء على القيادة التاريخية لهذه الثورة، ويعتقدون ان الثورة تنتهي بنهاية القذافي. لا، هذه ثورة الشعب الليبي، هذه سلطة الشعب الليبي، متمسكين بثروتنا وبسلطتنا الى يوم القيامة. نحن فليكن ذلك كذلك. قلت لكم لا، نحن لا نفكر في الموت ولا نفكر في الحياة ولا نفكر حتى في النصر. نحن يهمنا القيام بواجبنا في معركة القضاء والقدر التاريخي التي فرضت علينا، نقوم بواجبنا بحيث ما نخونش الماضي ولا نخذل المستقبل. هذا الكلام قلناه، هذا هو. نحن مستندين على الحائط، نحن لا نتنازل ولا نخشاهم ولا نخاف منهم، حتى إذا كان هذا قضاء وقدر فليكن قضاء وقدر. هذا ظلم صارخ. نحن في بيوتنا قتلوا أولادنا في بيوتنا، ليس أمامنا إلا الصمود والشجاعة والتحدي إلى النهاية. فليكن إلى الأمام يا فزان، إلى الأمام. ما في عودة أبدا للرجعية وللعبودية مرة أخرى. إلى الأمام يا قبائلنا العربية في سبها، إلى الأمام أيها الأحرار، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام للقيام بالواجب. ما خافوا من شيء، ما خافوا من شيء أبدا. احنا ما نخاف، لا نخاف من الموت ولا نريد الحياة ولا نريد أن نقوم بواجبنا كما ينبغي. إلى الأمام، إلى الأمام.